وعمر جابر. الزمالك يخطف وتوفيق مرارة على طول ومساحات كبيرة جدا مش لصالح بتروجيت، وعلى طول ديزل ولا الله هدف يا راجل. ايوه انت بتوقف ايه؟ دومونيك يستفيد من مؤمن، دومونيك يستفيد من مؤمن، مؤمن كان هيضيع هدف العمر راح تحضنه يا راجل. هي دي تتوقف؟ هنشوفها. ده انت ربنا بيحبك اللي هي سقطت لدومونيك. ادي ثالث هدف لدومينيك، ادي على طول، ادي على طول على طول، والكوره هتوقف ايه يا راجل؟ بتوقف ايه؟ بتوقف ايه؟ ده انت كده حظك حلو ان دومينيك يحط الهدف الاول لنادي الزمالك. وادي الديزل حازم امام، وادي الخطا القاتل لمؤمن، وادي اللي صححه له دومينيك. وفي الدقيقه 25 من زمن الشوط الاول ضربه ركنيه، بتروجيت بقى له 5 دقايق هو اللي بيهاجم اكتر فرص، وضربه ركنيه تتلعب وهدف. بقول لحضراتكم العمق الدفاعي، العمق الدفاعي الشبيط اهو يحط الهدف. بقول لكم العمق الدفاعي من الاول في خطوره هنا، وهدف الصراحه فيه صعوبه قوي، وفي جمال في الخروج للكوره، وفي جمال لاصطيادها في حته معقوله جدا جدا. او بص شوف هو طلعها ازاي، راح الكوره ورجع، بص رقبته بص رقبته بص رقبته بص رقبته، شبيطه شبيطه شبيطه. بصوا هنا الصراع اللي في العمق ده بتاع سنترافاو، يا سلام، طلع فوق ونط، اصطاد في ايد مظبوط، لف برقبته ووسطه، حطها لا تصد ولا ترد. 20 لنادي بتروجيت من الهجمات المرتده، وضربه جزاء لنادي الزمالك في الدقيقه 25. وضربه جزاء هو داخل وبيقول له النبي وقعني، هي كده بيقول له النبي وقعني. انما من اول الشوط الثاني وهم بيلعبوا على عبد الشافي، على عبد الشافي، يبقى لازم ياخدوا بالهم من فرق الصراعات، وحد يغطي عبد الشافي، وعبد الشافي ما يطلعش كده قضاء وقدر. ومين اللي هيشوط ده؟ نمرته كام ده؟ عاملين نمر غريبه جدا. ده احمد مجدي، احمد مجدي، يا ساتر على الثقه، يا ساتر على الثقه، ده انت واثق من نفسك قوي، ده ما اداش فرصه لحد حتى يقول اسمه. احمد مجدي يحط هدف ايه فيه نوع من الثقه. احمد مجدي في الدقيقه 26 من زمن الشوط الثاني يحط بتروجيت هدف غريب جدا. راجل واثق من نفسه قوي قوي، وايه دي لو تروح للمدرج ويمسكوه بقى تعالى يا عم ما تلعبش معانا بعد كده، لا اما يكون واثق قوي قوي قوي. فهو واثق قوي 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 في هدف لا يصد ولا يرد من ضربة جزاء كده. ضربة جزاء ولا ايه بالظبط؟ او الراجل دخل المنطقة، واو، مع سبق الاصرار والترصد، فاول وانذار، وسبق الاصرار والترصد وضرب جزاء اكيد لنادي بتروجيت. اذا الزمالك اهتم بالناحية الهجومية على حساب الناحية الدفاعية، عامل زي برشلونة لما بيروح عنده خط ظهر مفتوح بيفقد كل. مختار بيقرا التعويذه ولا بيقول ايه؟ يا ترى بتقول ايه؟ انا عارف انت بتقول ايه. مختار من المدربين المجتهدين جدا جدا جدا. وادي على طول مروان محسن وضربه جزاء وهدف ثالث لنادي بتروجيت، وثلاث اهداف لبتروجيت. مروان محسن وثلاث اهداف، 2 منهم من ضربه جزاء صح، 2 منهم من ضربه جزاء صح، لان الزمالك هاجم على حساب الناحيه الدفاعيه. انا لما هاجم ما افتحش كده، وانا عارف ان عنده ناس صراع وما سيبش مساحات. انما هنشوف 3 في الدقيقه 31 من زمن الشوط الثاني يحط مروان محسن الهدف الثالث لبتروجيت بضربه جزاء صحيحه، والجبهه اليمين بتاعه الزمالك، ونجح في اختراقها الى ان سدها ميدو بخروج حازم امام ونزول احمد سمير. إذا مختار هو اللي بيبادر بالهجوم، وميدو هو اللي بيسد الثغرات. المباراة ماشية كده. ادي مؤمن، وادي وقع لوحديه وراجل بيقول والله ما لمسته، محمد فتحي، وفاول وضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. ده ضربة جزاء لنادي الزمالك. ولا الهدف الثاني؟ مش بقول لكم الهدف الثاني اهو. محمد ابراهيم يحط هدف الثاني في الدقيقه من ضربه جزاء. 3 ضربات جزاء يعني في هذا اللقاء. وادي محمد ابراهيم 3-2. بقول لحضراتكم المباراه دي مش هتخلص الا مع صفاره الحكم. المباراه دي مش هتخلص الا مع صفاره الحكم. وضربه جزاء ضد مؤمن زكريا، ومخرج المباراه هناك عامل ماتش كويس قوي، لازم نقول فرض نفسه على المباراه، ومباراه جميله جدا
من كلا فرقتين، ولكن بتروجيت متفوق. وادي سرعه جيمس اوه هدف رابع. انتهى الفيلم. وانا قلت ايه؟ قلت ما تهاجمش على حساب الناحيه الدفاعيه، وجيمس يحط الهدف. مش الانقاذ اللي خلاص يخلص جيمس يحط الهدف الرابع. 4 أهداف لمقابل هدفين عشان يتأكد، يعني كده أقدر أقول النهاردة يتأكد بتروجيت منفردا يعني على القمة ب 33 نقطة، ويتوقف رصيد الزمالك عند 25 نقطة. واحد يقول لي ما تستنى يا أخي، أقول له يعني ايه، انتوا خد بالكم شكل المباراه بيقول كده يا جماعه، شكل المباراه بيقول كده.